السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله عزيزي وحبيبي في الله في هذه الحلقة اللي راح أذكر لك شيء وحالة غريبة تصير فينا أحيانا وفي الناس عموما، وهي أن أحيانا ندخل في عبادة ونطلع منها نخلص وهذا احنا على حالنا ما تغير فينا ولا شيء. نقرأ قرآن ونختمه ولا تأثرنا، نسمع موعظة، نحضر خطبة أو محاضرة وعلى نفس حالنا، نصوم رمضان وبعد رمضان نرجع على ما كنا عليه، نحج أو أصلي صلاة وبعدين أرجع لنفس الغلط اللي كنت أسويه. ليش؟ لما يحدث هذا؟ القرآن ما له أثر؟ العبادة ما تغير في النفس؟ بالطبع. طيب ليش ما غيرت فيني شيء؟ ليش أنا صار لي سنوات وعلى نفس مستواي الإيماني والأخلاقي، برغم أن أنا ما تطوفني صلاة ودائما الحمد لله للقراءة للقرآن وعندي أعمال خير كثيرة، بس وين أثر هذا الخير علي؟ لما لا أنتفع به ولا يغير من حياتي وسلوكي وأخلاقي؟ أنا أقول لك السر. الجواب أحيانا يكون أحيانا تكون المشكلة في المستقبل. القلب مو صالح ولا هو مؤهل لأنه ينتفع ويستفيد بهذه العبادة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله إذا علم ورأى في قلبك الخير راح يعطيك الخير الأفضل. هل رأى الله سبحانه وتعالى في قلبك الخير؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله إذا شاف القلب صالح راح ينفعه بما يسمع وبما يرى وبما يمارس من عبادات، لكن القلب إذا ما كان في هذا الخير لا. طيب شنو اللي يمنع أن يتأثر القلب؟ ليش القلب ما يكون فيه الخير أو فيه بس مو واضح ولا هو ظاهر؟ قال عليه الصلاة والسلام حتى يوضح لك هذه القضية: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. كل معصية بنقطة سوداء في القلب، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. استغفر ربه من المعصية وقال يا رب أتوب إليك ورجع وانترك، يصير قلبه نظيف وطاهر. وإن زاد يعني في الذنوب والمعاصي زادت يعني النكت السوداء، نقطة على نقطة على نقطة، سودة على سودة على سودة، حتى تعلو قلبه. فذلكم الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسبب أعمالهم صار هذا الغلاف والغشاء الأسود، هذا اللي يمنع أن الخير يدخل في القلب وبالتالي يأثر على العبد. عرفت القصة؟ إذن احنا محتاجين أن نشيل هذا الغشاء. طالما القلب عليه هذا الغلاف وهذا الغشاء وهذا الغطاء ما راح ينتفع. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ما في مداخل للقلب، من وين ينتفع العبد؟ يختم القرآن ويسمع من أجمل الأصوات ويسمع أفضل الخطباء والوعاظ، مع ذلك ما ينتفع. لابد أن ينظف هذه المداخل، القلب نفسه يطهره، يزيل عنه هذا الغلاف، عند ذلك سينتفع. القرآن يؤثر وفيه ذكرى ومنفعة، إن في ذلك لذكرى، لكن بشرط لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا شرط الانتفاع بالقرآن وبالعبادات، أن يكون هناك قلب واعي صاحي حي وحاضر غير منشغل، عند ذلك ينتفع. عرفنا القصة؟ ما بقى لنا نشتغل، نستغفر الله ونتوب إليه ونسأله أن يطهر قلوبنا حتى ننتفع بما نسمع وبما نقرأ وبما نعمل. ألتقيك في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.